السؤال دوت جه من اخونا بيبو، وبقالنا فترة عايزين نجاوب عليه، بس يعني ايه، يعني اتأخرنا الصراحة. واللي يشفع لنا في الموضوع ده ان احنا بقالنا فترة ما بنصورش، ونظرا لبعض الظروف. على حسب ما فهمت ان انت عايز تعرف ازاي بحسب عدد السبوتات او اللمبات اللي انا بحطها في الفراغ. اولا بيختلف من فراغ لفراغ شدة الإضاءة اللي مطلوبة باللكس، وفي جدول محطوط للفراغات واللكس اللي بيبقى محتاجها. يعني خلينا نقول مثلا لو أوضة نوم بتبقى محتاجة من 150 ل 300 لوميون. لو قلنا مثلا لحاجة فيها شغل أكتر زي مكتب أو مطبخ بيبقى محتاج من 400 ل 500 لكس. في جدول وأرقام ثابتة بنشتغل بيها. نحسب إزاي؟ هنجيب مساحة الفراغ. يعني أنا مثلا قاعد في أوضة 4 في 5 متر، 4 متر 5 متر، ف4 في 5 ب20، دي مساحة الأوضة. هقوم جاي ضارب ال20 دول في سي 250 لكس، هيدينا كام؟ هيدينا 5000. ال5000 دي هقسمها على اللوميون اللي هو بيبقى موجود على كرتونة السبوت أو اللمبة. يعني سي بنقول مثلا لو السبوت أو اللمبة دول بيدونا 800 لوميون، فاحنا لو قسمنا ال5000 على 800 يعني هيدينا سكة 6 وربع. فانت محتاج في الفراغ ده كله من 6 ل7 سبوتات من النوع ده. حتة التوزيع بقى، المسافة ما بين الحيطة والسبوت بتبقى بنضاعفها ما بين السبوت والتاني. يعني أنا لو بيني وبين الحيطة 50 سنتي كسبوت، بيبقى السبوت اللي بعديه بيبقى متر. فأتمنى أكون أنا جاوبتك بسهولة، ويا رب ما أكونش دخلتك في حوارات. ونأسف على التأخير والصوت وكده، عشان الواحد تعبان شوية، الدور الرسمي بتاع كل سنة. وسلام.